صام رمضان وتزوج مسلمة. مدرب المغرب السابق يعتنق الإسلام في الجزائر، وكواليس صادمة وراء إخفاء الخبر. أشهر إسلام في سرية تامة، كشفت تسريبات الصحافة وأكدها بنفسه أمام الكاميرات حين غلبه قلبه العام بدينه الجديد. الحياة في بيئة مسلمة ووسط المسلمين لوقت طويل تثير الفضول بطبيعة الحال حول الشعائر والأجواء المميزة، خصوصا في فترات المواسم الدينية، ولا توجد فرصة أفضل ولا أعظم من شهر رمضان حين تضفى الشعائر الروحانية على كل شيء. فلا طعام ولا شراب في الصباح المخصص للعمل وتدبر القرآن، ولا صوت يعلو فوق صوت صلاة التراويح بعد الإفطار. الغاية الدينية من الصيام والإحساس بالفقراء والتشجيع على البذل من أجلهم ابتغاء مرضاة الله، كلها أمور دائما ما تثير فضول الأجنبي. والأجنبي الذي نتحدث عنه هذه المرة قضى فترة لا بأس بها من الوقت في أحضان قارة إفريقيا عموما والوطن العربي خصوصا، فهو باتريس بوميل، المدرب الفني لفريق مولودية الجزائر الحالي ومدرب منتخب المغرب الأولمبي السابق. بوميل الذي عرفناه مساعدا لإيرفي رونار كأسطورة تدريبية في القارة الإفريقية، وكان مساعده في منتخب المغرب الأول أيضا، تأثر كثيرا بحياته في بيئة شمال إفريقيا التي يغلب عليها الإسلام، فتحول الفضول إلى حب، والحب إلى إيمان، والإيمان إلى اعتناق تام للدين الإسلامي. وفقا لوسائل الإعلام فإن الأمر ليس محل تفكير، حيث نطق باتريس بوميل الشهادتين بالفعل في أحد مساجد الجزائر العاصمة. وكان لشهر رمضان دور كبير في ذلك، حيث خاض المدرب تجربة صيام الشهر كاملا وزاد إعجابه بالإسلام واقتناعه بفضائله. القرار لم يكن ولد اللحظة أيضا، حيث تزوج بوميل بامرأة جزائرية وتحصل على ورقة إسلامه رسميا من وزارة الشؤون الدينية في الجزائر. اعتناق بوميل للإسلام حدث قبل 3 أشهر وفقا للتسريبات، وكل ذلك في سرية تامة. فما الذي كشف ستر الخبر؟ بوميل هو السبب في بحث الإعلام وراء حقيقة إسلامه، حيث سجد حمدا لله أمام الكاميرات عقب تحقيق مولودية الجزائر للفوز على جمعية أولمبي الشلف. وبالفعل اختار لنفسه اسما جديدا يلائم المرحلة الحالية من حياته ليصبح أمير بوميل بدلا من باتريس. أما السبب وراء عدم إعلان إسلامه أمام الإعلام حتى الآن، فقد اتضح أنه يرجع لعائلته وإدارة ناديه، حيث ارتأت جميع الأطراف المعنية ألا يتم إعلان الخبر الآن حتى تنتهي بعض الأمور العائلية والإدارية أولا، وحتى يشهر إسلامه أمام الجميع في جامع الجزائر الأكبر، وهو الحدث المنتظر خلال أيام قليلة. وهكذا صار المدرب الفرنسي مسلما في الجزائر بانتظار لحظة الإعلان أمام الجميع. أصدقائي الكرام، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة.